السلام عليكم، اهلا بيكي معايا في نونا شانل. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الكريمات دي مش واخده حقها ابدا، ولازم نتكلم عنها باستفاضه ان شاء الله النهارده، وطريقه استخدامها وهي متكونه من ايه وبنستخدمها في ايه وليه. احنا غفلانين عنها مع انها مفيده جدا. كريم الكرباميد وكريم البنتينول. الكرباميد من الكريمات الرائعه جدا في الترطيب، هو والبنثينول حلو جدا كمان، مرطب رائع، يعني هو مرطب طبي احسن من كريمات كتير بنجيبها من على استخدام على انها مرطب، ما بتعملش اي حاجه بعد ما توقفي استخدام ما تعرفيش انها رطبت ولا لا. هنتكلم بالظبط عن كل واحد بالتفصيل ان شاء الله. الكرباميد هو كريم يتكون من اليوريا، واليوريا دي مادة طبيعية موجودة على الجلد، طبيعي جدا. تلعب اليوريا دور مهم جدا في ترطيب الجلد عن طريق جذب الماء من الطبقات السفلية للجلد إلى الطبقات السطحية. استخدامات الكرباميد: يستخدم الكرباميد على الجلد الخشن، على للأكزيما، للعلاج الصدفية، تشققات القدمين والكعبين، كمان الندبات اللي بتطلع على الجلد، وكمان مشاكل الأظافر اللي هو الجلد الميت اللي بيبقى حوالين الأظافر ده. آثار الجانبية الكرباميد بيعمل إحمرار في الجلد والحكة والتهاب الجلد. طريقة استخدامه: يستخدم الكرباميد مرتين في اليوم، صباحا ومساء. توضع طبقة رقيقة من الكريم على المنطقة المصابة وتدلك بلطف حتى تمتص البشرة. الاحتياطات منه: يجب عدم استخدام الكرباميد على الجلد المتضرر أو المصاب. يجب تجنب ملامسته للعين والأنف والفم. إذا احمر الجلد أو تهيج لازم نوقف استخدامه، ويجب استشارة الطبيب. التفاعل الدوائي: ممكن يتفاعل الكرباميد مع أي نوع دواء لو أنت عندك حساسية منه، فاحنا بناخد احتياطنا وبنشاور الدكتور قبل ما نستخدمه. للحمل والرضع ما يجبش استخدامه، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه للحامل أو الرضع. أما كريم البنثينول فهو مركب من فيتامين ب5 المركب، مضاد للالتهاب، يستخدم على نطاق واسع في مجال العناية بالبشرة والشعر. كمان فوائد الكريم عديدة جدا، منها ترطيب البشرة، ترطيب الشعر لأن في نوع منه للشعر، علاج الجروح، يساعد على التئام الجروح، التهاباتها، يساعد على تخفيف التهاباتها، تخفيف الحكة والتهيج. كمان مضاد للالتهابات الأكزيمية والصدفية، حماية البشرة من العوامل الخارجية زي التهابات الشمس الفوق، الأشعة الفوق البنفسجية. كمان بيفتح لون البشرة، يوحد لونها. يستخدم كريم البنسلونات في علاج كتير من مشاكل البشرة زي الالتهابات والأكزيما والجفاف وتشقق القدمين. كمان مرطب عالي جدا، أكتر كمان من الكرباميد، لما بينضافوا مع بعض الاتنين بيبقى فعاليتهم رهيبة. في منه نوع للشعر بتركيز عالي، كمان بينفع جدا للشعر الجاف، بيرطبه جدا. علاج جفاف البشرة: يستخدم كريم بنسولون لعلاج جفاف البشرة، خاصة البشرة الجافة والخشنة. علاج الالتهابات المختلفة، علاج حروق الشمس، زي ما احنا بنقول الحروق اللي بتطلع من أشعة الشمس الجامدة أوي دي. علاج تهيج الجلد: يستخدم في علاج كريم البنسولون لتخفيف تهيج الجلد الناتج عن الأنشطة اليومية مثل الحلاقة أو إزالة الشعر. العناية بالشعر: يستخدم كريم بنثينول لعلاج الشعر الجاف المتقصف، حيث يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه. آثاره الجانبية: ممكن يحصل منه احمرار بسيط على الجلد، وده بيكون ناتج عن التهابات للمادة نفسها، لو في ناس عندها التهاب لنفس نوع المادة، ولكن في غالب الأحيان ما بيبقاش فيه التهابات من المواد دي. ولكن احتياطي لو حصل كده نوقف استخدام العلاج على الجلد مباشرة. قد قد يسبب علاج وحكة في الجلد أو طفح لو هو حصل منه التهاب، فبنوقفه ونستشير الطبيب. ولكن هو حلو جدا، بيشربوا الجلد زي ما انت شايفة بسرعة جدا كده، وما بيبلوش أي أثر على الجلد. يستخدم مرتين صباحا ومساء بإذن الله، وهيبقى مرطب جامد جدا، ويشيل التشققات ويوحد لون البشرة، وفظيع بمعنى الكلمة. احنا مجربينه، ولو ما جربتوش مش هقولك عنه أي فوائد ولا أي حاجة، وبالذات لأنه كريم من الصيدلية فالواحد بيستخدمه وهو مطمن، لأنه لو حصلت منه أي حاجة بنرجع للآثار الجانبية بتاعته الموجودة في الكتيب الموجود في طريقة الاستخدام مع الكريم نفسه.
وبكده نكون وصلت لنهاية الفيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني. ولو لسه أول مرة تشوف القناة رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل يصلك كل جديد. أي استفسار سيبولي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليك بإذن الله. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.